ليس منا من لا يرحم صغيرنا ولا يوقر كبيرنا. والله ده اللي احنا يا ولاد طلعنا عليه. لكن واضح ان الموضوع دلوقتي اختلف خالص. ما بقاش فيه لا معايير ولا اخلاق ولا مبادئ. الحاجات دي كنا بنسمعها زمان، حاليا ما بقاش فيه، بقت موضة قديمة. ولكن برضو مش دي المشكلة. المشكلة يا ولاد ان احنا زي ما قلت لكم قبل كده، احنا بقينا نحط العيش على الارض والجزم في الفترين بعيد عنكم. لما انا كأرمط كده اقعد على الكنبه الصبح اشرب القهوه بتاعتي وابص على الترندات اللي نازله، ابص الاقي منة شلبي مكتسحه الدنيا. خير يا منوش، في قضيه تانية في المطار ولا ايه اللي حصل؟ فاكرين انتوا القضيه بتاعتها قبل كده لما اتمسكت بحاجات ممنوعات في المطار؟ والحمد لله ربنا يبارك لها طلعت منها، طلعت من القضيه دي يعني. طيب نازله ترند النهارده ليه منة تاني؟ ايه اللي حصل؟ فيلم جديد، مسلسل جديد داخلاه؟ لا والله دي جوازتها، عقد الجواز بتاعها اللي اتسرب. ولكن ده ما استوقفنيش برضو. انا قلت يا جماعه يعني في ناس معاناتها كبيره في الحياه. والله ان خبر زي ده ينزل ترند والدنيا كلها تقوم عليه ما تقعدش. قلت يا اللي يشوف مصايب الناس تهون عليه مصايبه. عقد الجواز اتسرب، وهي يا ولداه كانت لسه طالعه مع الفنانه اسعاد يونس في البرنامج، كانت بتقول لها هتتجوزي امتى؟ قالت لها لسه مش عارفه. لسه لما يجي النصيب، لسه مش عارفين. ودي الاجابه الدبلوماسيه بتاعت اغلبيه الفنانات. تلاقيهم في الاعلام لسه ما جاش النصيب، وعلى ارض الواقع النصيب جه 3 4 10 مرات. فاتسرب لها عقد الجواز، اضطرت ان هي تطلع تقول لا يا جماعه والله ده احنا متجوزين على سنه الله ورسوله، ولكن ما اعلناش الخبر قصاد الجمهور عشان خاطر والدتي ووضعها الصحي. ولكن بما ان بقى الخبر اتسرب فخلاص يعني انا اتجوزت. اتجوزنا وكنت لسه هعمل الفرح ان شاء الله الشهور اللي جايه. يعني مش فاهمه الناس اللي بتتجوز وبعدين تعمل الفرح دي. مش مشكله، المهم ان بنتنا اتجوزت واحنا اطمنا عليها. طب خبر زي ده، هي طبعا اتجوزت من المنتج الفني احمد الجنايني. هتقولوا لي يعني رباب هتتجوز فعلا الجنايني؟ تتجوز منتج اكيد عادي، بياخدوا من بعضهم. بس ده برضو ما استوقفنيش. خبر زي ده ايه اهميته ان ينزل ترند يبهدل الدنيا كده وصورهم في كل حته؟ ولا ده كان على ارتباط بأيتن عامر، لا ده كان مش عارفه ايه المشكله يعني؟ ايه فيها يعني؟ عاملين ايه الاول يا ولاد؟ ايه الاخبار؟ ولا انكم وحشتوني من الفيديوهات اللي فاتت؟ انا بس بستغرب على الاخبار اللي نازله ترندات وكانها يعني اخترعوا الذره، يعني وكانه خبر كانت حياتنا كلها متوقفه عليه لو ما عرفناهوش. يعني ايه منة شلبي تتجوز واحنا ما نعرفش؟ ليه احنا اخر من يعلم؟ مش كانت المفروض تعزمنا في الفرح ده؟ ايناس الدغيتي بحالها عملت فرح وعملت قاعه وعملت مش عارفه ايه. تيجي انت يا منة شلبي وانت عندك 42 سنه وجوزها عنده 49 سنه ما تعمليش فرح ولا تعزمينا؟ تتجوزي سكتي ليه ياما؟ كنا نيجي نحيي لك الفرح نزغرط نعمل، مش مشكله. ما علينا يا جماعه من جوازه منة شلبي واللي نازله ترند في كل حته. نيجي على الصعيد الاخر نلاقي برضو لسه نازله ترند برضو بحوار جوازها. هو في ايه يا ولاد؟ ايه في ايه؟ انتوا جايين على اخر السنه كده هتقفلوها كلها بجوازات ولا ايه؟ عايشين حياتكم كلها طول السنه من غير ما تتجوزوا، جايين في اخر السنه تتجوزوا؟ طلعت لنا لسه رخرة قالت تنبش في ماضيها، يعني ماضيها الشخصي، يعني ما تفهموش غلط، حياتها الشخصيه يعني، وتحكي لنا عن مأساة دمرت حياتها. تراني تأثرت لحظة أبكي. أنا قلت لكم اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته. مالك يا ست لسه؟ مالك رخر؟ فيكي ايه؟ ايه البلوه اللي كانت عندك ياما اللي تنزلك برضو ترند كده؟ ايه اللي حصل؟ قالت لكم ان هي في مره من المرات، طبعا هي الايام دي بتحيي حفله مع وائل كفوري وصورهم نازله في كل حته بالاحضان، يا بلدنا الحلوه بالاحضان. وقلنا قبل كده ان ده الوسط الفني وده العادي بتاعهم، انهم بيحضنوا وبيبوسوا بعض كاخوات. بلاش دماغتكم تروح يمين ولا شمال، هما سلامهم بالبوس والاحضان. احنا سلامنا بالايد كده لو احنا ستات، لو ستات ورجاله يبقى من بعيد، ده احنا. لكن هما
وسطهم كده السلام بالبوس والاحضان كنوع من دعم الاخوه والمحبه وتوطيد العلاقات الاخويه، تمام. فنازلين ترند، فالناس قالوا بس هو ده بقى عريس المستقبل. راحت طلعنا بقى لسه قالت لا ده انا هفجر لكم القنبله الكبرى بقى، ده ما كانش عريس المستقبل، ده صديق، ده مجرد صديق زيه زي بقيه الاصدقاء التانيين اللي بتصور معاهم. كانت طالعه عليها نفس الاشاعه مع سعد المجرد ايام الاغنيه بتاعتهم، بس برضه هي ما نزلتش ترند بالكلام ده، هي نزلت ترند بالمفاجاه اللي هي فجرتها. قالت لكم في مره من المرات كان في معجب غلبان يا عيني ملياردير كده على قد الحال، واخدين لي بالكم؟ يعني اللي هيحب لسه هيبقى ايه ركزوا، كان ملياردير كده يا عيني امه على قد الحال، فكان جنسيته لبناني ولكنه مقيم في السعوديه. فمره كان في الاجازه اخذ الطياره وراح لندن، حب يتمشى هناك في شوارع لندن ياكل له ايس كريم شوكولاته الكلام ده كله، وطبعا لسه كانت هناك فتعرف عليها كمعجب الاول، وبعد كده بدات علاقه الصداقه ما بينهم، وبدا يتسرب لهم صور مع بعض وهم بيفطروا مع بعض في المطعم وهم بيتعشوا وهم مش عارف ايه الكلام ده كله. المهم علاقه الصداقه والاخويه تطورت وقالوا لا خلاص بقى احنا ارتبطنا ولازم نتجوز. راحت ست إليسا كلمت اهلها قالت لهم انا اخيرا هروح عش الزوجيه يا ولاد وهطل بالفستان الابيض باركولي. قالوا لها انت كل ده لسه ما طلتيش؟ قالت لهم لا تاكيد تاني نطل مره كمان، احنا ما ورناش حاجه. قالوا لها يلا يا بنتي على خيره الله. حضروا بقى الفرح وحضروا الدنيا وحضروا كل حاجه، وفجاه بتتصل بالعريس فص ملح وداب مش موجود. يا عم الحاج رحت فين؟ يا راجل احنا ما كانش فرحنا النهارده، يا عم انت رحت فين؟ فص ملح وداب سافر واتجوز كمان، عرفت كمان ان هو اتجوز. هنا بقى بنتنا اتقهرت، بنتنا جات لها صدمه عمرها اللي لغايه دلوقتي مش قادره تتخطاها. وقررت بعد كل السنين دي تحكي لنا عن مأساتها وكسرة قلبها يوم فرحها. تراني تأثرت تاني لحظة أبكي. لا يا جماعة، لا يا جماعة والله حد يدينا حبة مشاكل من دي في حياتنا والله كانت حياتنا تبقى زبادي في الخلاط. شفتوا مصايب الناس عشان تعرفوا ان انتوا في نعمة. شايفين الكوارث الحقيقية اللي على أرض الواقع، شايفين الناس وكسرة قلبها وحرقة قلبهم، هي دي الكوارث اللي تستحق انها تنزل ترندات. لكن على الصعيد الآخر نلاقي مثلا سواق الأوبر يا عيني اللي اتخرشم واتضرب في كل حتة في جسمه عشان ناس ركبوا معاه وحبوا يثبتوه بالمطاوي وطلعوا بيه على الطريق الصحراوي عشان ياخدوا العربية بتاعته. الراجل الغلبان ده منزلش ترند، يعني ده سمعنا عنه كده كان معدي في طبق اليوم، ده منزلش ترند. طب الراجل اللي قتل مراته ده قصاد المدرسة بتاعت ابنهم وضربها 17 طعنة، ده برضو منزلش ترند، ده حاجة عدت كده قصادنا واحنا قاعدين مش مشكلة. طب اللي رمى مراته من الدور الرابع ده في بورسعيد مش مشكلة برضو دي حوادث يا جماعة اعتدنا عليها ان احنا نشوفها كل يوم. لكن كسرة قلب الفنانين دي ما ينفعش تعدي كده علينا، ما ينفعش تمشي مرور الكرام، ده احنا لازم نقعد نعيط جنبيهم 2 3 وينزلوا ترند في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. والله الواحد قلبه اتحرق عشانهم. ولكن نرجع تاني لأول الحلقة، كنت بقول لكم ايه؟ ليس منا من لا يرحم صغيرنا ولا يوقر كبيرنا. برضو حاجة مرتبطة بحدث عدت قصادنا كده برضو مرور الكرام، حدث عابر. ولكن أنا بالنسبة لي أنا بقى يعني هو ده اللي كسر قلبي، هو ده بجد اللي وجع قلبي وخلاني بجد دموعي نزلت. ليه؟ يمكن اللي عارفيني أنا شخصيا عارفين إن أنا بحب جدا الناس الكبيرة في السن. الناس الكبيرة في السن دي اللي بتخطف قلبي، دي بجد اللي قادرة تنزل دموعي، لأن الناس دي لا حول ليهم ولا قوة. الناس دي لما بتكبر بيرجعوا أطفال تاني. فالناس دي لما بتيجي أي حاجة ناحيتهم أو بسمع أي خبر عنهم، هو ده بجد اللي يستحق إنه ينزل ترند، وهو ده اللي يستحق إن احنا نتكلم عنه ونتعاطف معاه. مش كل اللي احنا قلنا ده في أول الحلقة وقعدنا نضحك. وبرضه قصة سعد الصغير اللي هو تم تأييد الحكم عليه، كان ليه قضية قبل كده برضه مواد مخدرة
تهريب مواد مخدره وكلام من ده. اتحكم عليه ب3 سنين وبعدين اتخفض الحكم ل6 شهور بعد يعني النقد والكلام ده. والنهارده كان بيقدم طعن والطعن اترفض وتم تأييد الحكم عليه، وهو كده كده خرج وقضى ال6 شهور اساسا. بس عشان ما تبقاش ايه يعني في الفيش والتشبيه عنده سابقه يعني. انا بقول لكم بلاوي الناس اللي بنشوفها من النوعيه دي، بلاوي الفنانين نقعد نضحك. لكن البلوه التانيه اللي انا بكلمكم فيها دي، الراجل الكبير المسن اللي خلع قلوبنا كلنا، زي قبل كده الراجل اللي هو وقع من الاتوبيس وكان عايز يجري ورا الاتوبيس عشان يلحق يروح بيته. برضو الحادثه دي لراجل كبير مسن 66 سنه. بس ده بقى بجد اللي يستحق ان احنا نتعاطف معاه، ده بجد اللي يستحق ان هو ينزل ترند، ده بجد اللي يستحق ان احنا نكرمه مش نهينه. لان الراجل ده اتهان، ويا ريته اتهان في حاجه يعني ضيقه، لا ده اتهان والفيديو بتاعه ده شافه عدد كبير جدا من الناس، ولكن ما احتلش طبعا الترند كترند اول زي الفنانين والكلام ده. لا ده كان حادث عابر برضو معدي كده. بس اللي يركز في الحادثه دي بجد قلبه يوجعه عليه. عم عزت ده راجل غلبان 66 سنه، زيه زي اغلب ابهاتنا او جدودنا. راجل غلبان ليه مراته وليه ولاده، ما عملش حاجه في الدنيا. راجل مريض ضغط وسكر وقلب وصرع وكبد وكلى وكل حاجه في الدنيا يعني. مش هتلاقوا مرض يا عيني الا لما هتلاقوه عند عم عزت. وايه سني، الراجل عنده دقن يعني راجل متدين، وبنته من الواضح كده ان هي برضه بنت بره ومتدينه. الراجل ده ما عملش اي حاجه في حياته غير انه قاعد في شقه ايجار قديم. اصحابها 2 شباب طبعا وارثين العماره عن والدهم والكلام ده، والشقه متأجره ايجار قديم. فعايزين يخرجوا عم عزت بمراته بولاده عشان ياخدوا الشقه، وعشان خاطر بقى يشوفوا هيعملوا فيها ايه، هيبيعوها، هيقعدوا فيها، يعملوا فيها ايه، الكلام ده كله. بدأوا يتلككوا للراجل ده. هم عندهم شقه في الدور الرابع فاتحينها كمحل للملابس، ملابس الاطفال. فاتلككوا للراجل ده، قالوا له ان المحل اتسرق وان اللي سرقوا ابنه، وهم مصورين فيديو بس الفيديو كان ضلمه مش باين فيه اي اشخاص. فقال لهم لا ده مش ابني، وابني لا يمكن يعمل كده. برضو ما مصممين لا لازم تمشي انت وعيلتك. قال لهم لا راحوا بلغوا، ما خدوش حق ولا باطل لان ابنه ما عملش كده ومش ظاهر حد في الفيديو. فهم مش عارفين يعملوا ايه مع عم عزت عشان يطردوه وياخدوا الشقه. بدأ ان هم يتلككوا له في النازله والطلعه وعايزين ياخدوا الشقه وبيتخانقوا معاه والكلام ده. اخد مراته وولاده وساب الشقه وراح قعد عند جده الولاد لحد ما يشوف هو هيعمل ايه. بعد كده لقى ان الوضع مش مريح بالنسبه له، لقى ان هو مش عارف يقعد هو وولاده ومراته. قرروا ان هم يرجعوا الشقه تاني. ومع قرارهم ده كان في كمان دواء هو نسي ياخده من الشقه هناك. فقال لبنته تعالي نروح ناخد الادويه من الشقه وبعدين نبقى نرجع الشقه ونقعد كلنا والكلام ده. فراح هو بنته طلعت الشقه عشان خاطر الادويه وقاعده، وهو قالوا له تعالى انزل تحت. علي وعصام او عاصم اللي هم الولدين اللي هم اصحاب العماره عايزين يكلموك تحت يا عم الحاج. ساب بنته في الشقه ونزل عشان يكلمهم. طلعوا بلطجيه كسروا عليها الباب وعايزين يجيبوها من اوضتها ويضربوا فيها. كانت خالتها معديه بالصدفه وسمعت المشكله وسمعت الخناقه في الشارع لان هم في حاره ضيقه في اسماعيليه. طلعت هي وابنها عشان تحوش بنت اختها. راحوا البلطجيه دول مقطعين ايد ابنها كمان بالمطوه. فكانت خناقه كبيره جدا. فابوها تحت بيتكلم مع علي وعاصم. ايه يا جماعه في ايه؟ ده احنا جايين ناخد الادويه، ده احنا مش عارف ايه. نزلوا على وشه باللقلمه. هنا بقى اللقلمه دي اللي وجعت قلوبنا كلنا. هنا اللي يشوف الفيديو ده، طبعا اللي صور الفيديو بنته من الشباك وبتقول الحقوا بابا بيتضرب، مش قادره تدافع عن ابوها لان هي في الاول وفي الاخر بنت هتتعجن، وهو راجل مسن وكبير واقف بيترعش مش هيقدر عليهم. في وسط مين؟ في وسط ان الحاره كلها ملمومه، محدش حاش عن الراجل ده
انتوا متخيلين؟ يعني محدش منعهم انهم ينزلوا على وشه باللقلمه. راجل 66 سنه عنده امراض الدنيا كلها يتضرب باللقلمه في وسط حاره، ومفيش حد، مفيش راجل يحوش عنه. احنا بقينا نشوف يا جماعه الحق بقينا نغمض عينينا ونمشي ليه؟ هو ايه اللي حصل في الدنيا؟ هو احنا بقينا نشوف الظلم ليه عادي؟ هو احنا ليه ما بقاش عندنا نخوه زي الاول كده وغيره كده وضيقه؟ ايه ده؟ بقينا ده احنا بعد كده ممكن نشوف بنت حد بيغتصبها في الشارع ونمشي نعمل نفسنا مش شايفين ونمشي. انا مش عارفه احنا واصلين لفين بجد والله. راجل زي ده يتضرب وكله عمل نفسه مش شايف وواقفين ساكتين. طبعا اتحرر محضر بالواقعة، وزي ما الحاج عزت اتهمهم هم كمان اتهموه ان هو ضربهم، يعني بقى محضر قصاد محضر. دلوقتي بقى اهل الحارة بيتدخلوا عشان خاطر يتم التنازل والصلح ما بين الاطراف، وان الناس دي ما تتحبسش وان هو يقعد في شقته والكلام ده. طب انتوا كنتوا فين وقت ما كان ده بيحصل مع الراجل الكبير وانتوا واقفين قاعدين بتتفرجوا؟ تقولوا هتعملوا قعدة عرفية ونقعد نحل الدنيا والراجل يرجع لشقته وهم ما يتحبسوش ومش عارف ايه، ده عشرة عمر، ده احنا ده الحاج عزت دون يعني عاشر ابوهم 35 سنة، ده عشرة عمر ما كانش المفروض يحصل كده. طب ما كنتوا قلتوا الكلام ده وانتوا واقفين وشايفين الراجل بيتضرب. انا عشان كده بقول لكم احنا واصلين لفين؟ احنا رايحين لفين بعد كده؟ ايه ده؟ طبعا طلع خال الولاد قال مش هنتنازل عن المحضر، ولو هو اتنازل عن حقه الحاج عزت انا مش هتنازل، واختي مش هتتنازل، وابن اختي اللي اتضرب في ايده مش هيتنازل، احنا عايزين حقوقنا. وكذلك طلع محامي متبرع الحمد لله ومش عايز اي مصاريف للقضية، قال ان هو هيعلم الشباب دول الادب وهيجيب للراجل الكبير دون حقه ومش عايز اي اتعاب في القضية. اللهم لك الحمد، ظهر لنا اخيرا مثال مشرف من المحامين، ربنا يبارك لك. هو اي نعم برضو يعني برضو هتبقى قضية رأي عام فيما بعد، بس برضو يعني موقف مشرف من محامي محترم ما جاتش من ناس تانية، تبرع بأتعابه ان هو هياخد القضية ببلاش خالص وهيجيب حق الراجل الغلبان ده. فاحنا كلنا بنناشد الراجل الغلبان ده اوعى ان انت تتنازل عن حقك، لان ده حقنا كلنا مش حقك لوحدك. الناس دي بلطجية والناس دي لازم تتعلم الادب، والله اعلم لو كانوا اتسابوا كانوا عملوا ايه في بنتك. فدول ملهمش امان ان هم يخرجوا او ان انت تتنازل عن حقك، لانهم هيرجعوا يعتدوا عليك تاني، والله اعلم العاقبة بعد كده هتكون ايه. فانا حبيت اقول رأيي في الموضوع ده لان الراجل ده وجع قلبي ودموعي اقسم بالله نزلت عليه لما شفت الفيديو وهو بيتضرب بالقلم كذا قلم ورا بعض وما اتحركش وما يعني ما صدش حتى الضرب عنه، مش قادر يعني تعبان، تخيلوا بيترعش. ففي ايه تاني ناقص يتعمل اكتر من كده؟ مع اني على ما اعتقد ان الراجل ده هيتنازل لان الراجل ده واضح ان هو غلبان جدا، ولكن لو بنته جدعه وتصمت في الموضوع ده ما تتنازلش. ده رأيي انا الشخصي، معرفش رأيكم يا جماعه هيكون ايه. مش حابه اطول عليكم الفيديو اكتر من كده، حبيت اشارككم اخر الترندات اللي نازله، الترندات الحقيقيه اللي توجع القلب. اكتبوا لي رايكم واشوفكم على خير في الفيديوهات اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله.